هتضرب حد في وشه، هات بطيخه واضربها مثلا. فاهم؟ هو السوق عرض وطلب يا جماعه. تمام. لو كل الناس دخلت تجاره وهندسه وطب زي ما قلت في الاول، ماشي، مين يا جماعه هيطلع مخرج ومهندس صوت وممثل؟ ما فهمتهاش. ما تودناش في داهيه طب بقى. ازيكم؟ انا اسمي روبير. من 10 سنين قريت جملة بتقول لو بتشتغل حاجة بتحبها انت مش هتشتغل يوم في حياتك تاني. في البرنامج ده انا بستضيف ناس بيحبوا شغلهم بجد وبتكلم معاهم عشان اعرف ازاي يخلوا اكل العيش ما يبقاش مر. هل اكل العيش مر؟ طبعا اكيد يعني. يا جدعان. والله انا كل ما اجيب حد يقول لي اكل العيش مر وانا بجيبكم في برنامج اسمه اكل العيش مش مر. يعني هقول لك الصراحه، لا انا اقول لك انا الاجابه عايز الصريحه. الصراحه بقى. المفروض مع الوقت اكل العيش ما يبقاش مر. اوكي. ده من وجهه نظري. مع الوقت اللي هو على يعني المدى الطويل كل يعني. ما تكبر، اه يعني اكل عيشي دلوقتي الصراحه مش مر زي ما كان زمان، من الاخر يعني. تمام. ودي حاجه ان انت في الاول لما تتعب جامد قوي في الاول بجد الحياه بتسهل. يعني انا عارف انه ده افيه، انه كل الناس تقعد تقول لك اللي هو ده قالوا لنا اتعب في الثانويه عامه وهترتاح في الجامعه، واتعب في الجامعه هترتاح، بس والله بتفرق، بجد بتفرق. اوكي. يعني ده انا لما انا اشتغلت جامد جدا 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 في عشريناتي لدرجات انا ندمان عليها الصراحه يعني. بس دلوقتي قصاد ده انا واخد كميه امتيازات رهيبه. يعني انا بجني اللي انا عملته، لسه بشتغل كتير. طب انا عايز اقول حاجه بس. بكلم جرس عشان يجي نصور الحلقه، فبقول له هو انت بتخلص شغل امتى؟ ضحك قال لي اخلص شغل انا وسط الشغل بعمل حاجات، يعني بنام باكل بعمل حاجه. ايوه هي حياتي عباره عن شغل وبيحصل الحياه كده. أيوة. فاهم؟ اللي هو عايزين نيجي نسجل، ماشي انا جاي. فاهم؟ انا معايا اللابتوب اصلا. فاهم؟ انا كنت هسيبه تحت في العربيه بس قلت لا اطلع بيه عشان ايه؟ فاهم؟ لو حصل قلق، فاهم؟ لا نطلع على طول ونشتغل. اي فاهم؟ 10 دقايق. يا باشا على طول تشتغل. نوصل الهوت سبوت واديها يعني. قليل قوي لما بقابل حد مهندس صوت. ما دي حقيقه. طب ليه طيب؟ ما هو عشان كل الناس بتطلع مهندسين معماريين فاهم؟ كل الناس بجد؟ مهندسين ودكاتره. فاهم؟ مين هيطلع مهندس صوت بقى؟ فاهم؟ ده حقيقي. وفي السينما حتى مش بتلاقي مهندسين صوت كتير. لا الصوت في السينما حاجه منبوذه جدا. يعني كل الناس يا اما عايزه تطلع مخرجين، يا اما ممثلين، يا اما مصور سينمائي، ده اللي مختلف بقى. فاهم؟ او سكريبت رايترز. اكشلي 3/4 الناس لما حد يكون عايز يتكلم ان هو عايز يشتغل في السينما هتلاقيه بيتكلم في الحاجات دي. بس محدش دماغه بتوديه مهندس صوت. واصلا مش ناس كتيره قوي تعرف ايه مهندس صوت بتاع السينما او بتاع الافلام. كل الناس اكشلي بتميكس الموضوع مع الفيلم سكورينج، اللي هو ان انت تعمل مزيكا للفيلم. طيب والمهندس صوت ده انت ازاي توصلت ان انت تبقى مهندس صوت؟ ذاكرت ايه؟ عملت ايه يعني؟ انا ذاكرت مع نفسي معظم الحاجات يعني. اوكي. اونلاين يعني يوتيوب ولا ايه؟ اونلاين يوتيوب وترايل اند ايرور. بس انت شاطر قوي في الحته دي على فكره. انا الحمد لله انا طول عمري بقعد يعني انا مسكت البرنامج او اللي هم برنامجين يعني اللي بشتغل بيهم كويس، مسكتهم وقعدت اعمل ترايل اند ايرور. والصراحه اكتر حاجه ساعدتني في الاول ما كانش فيه شغل بقول له لا. حتى انا في حاجات ياما دخلتها بجد انا ما عنديش فكره. ما عنديش فكره انا هعملها ازاي. اوكي. وانا اصلا بشوف انه ده حاجه سكيل ان جنرال تنفع في اي حاجه. ايوه. يعني لو جات لك الشغلانه، اي شغلانه جات لك، من رايي لو انت عايز تنجح يعني او عايز توصل لحاجه في الكارير اللي انت فيه ايا كان ايه هو، قول دوس بنزين. دوس بنزين. هيحصل ايه يعني؟ فاهم؟ انا دايما بفكر في الموضوع، لو انت مش راجل جراح تحتيك حد، تحتيك روح بني ادم، ولا انت بتبني عماره هتقع، تقول لا ليه؟ صح. يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ صح يعني الصوت طلع مش حلو، تمام فل يا باشا، يلا اللي بعده. اتعلمت. فاهم؟ البودكاست طلع مش احلى حاجه الحقيقه يا باشا، يلا اللي بعده. فاهم؟ ايوه يعني صح. ليه في ناس ممكن تقول لك لا انا ما بعرفش اعمل ده. ما هو يعني ما حدش يعني، كل الناس بتتعلموا ان هم بيجربوه. especially لو جات لك شغل، لو جات لك opportunity. يعني انا اتفهم انه حد ان هو يحاول من نفسه وان انت تيجي منك الهمه ان انت تقوم وتحاول. دي حاجه، واتفهم شويه انه حد انشغل في الحياه بس انا اعرف ناس اكشلي بيجي لهم
بيجي لهم الفرص ويقول لك لا انا مش عارف اعملها. يعني مين قال لك يا سيدي ما تعملها؟ طب لو واحد عايز يبقى مهندس صوت بيعمل ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي لسه متخرج من المدرسه مثلا او من الجامعه، يعني عايز ابقى مهندس صوت، بحب الحوار ده. بص عندي كذا رد. في الرد بقى الفني بقى، الالهام بقى والكلام ده، اسمع فاهم. لا اوكي. لا بس ده حقيقي. ده بجد. اصل انت لو عايز تبقى جرافيك ديزاينر لازم برضو تشوف كتير قوي ديزاينز كتير قوي تخلي عينك متعوده على ده، فبالتالي نفس الحاجه للصوت. يعني اللي عايز يبقى مهندس صوت انا شايف انه تسمع. يعني ايه تسمع؟ ان انت تبتدي مثلا لو عايز تبقى مهندس صوت مزيكا، اوكي، تبتدي تسمع الاغاني بطريقه تانية، تبتدي تركز مع الحاجات اللي انت مش سامعها فاهم في الفرونت. يعني حاول تركز مع حد تاني خالص غير اللي بيغني. ركز مع الدرامز، ركز مع صوت الكيك عامله ازاي، ركز مع الجيتار. طب الجيتار محطوط على اليمين ولا على الشمال؟ طب ايه الايفكت اللي محطوط عليه؟ طبعا اللي انا بحكيه ده دلوقتي شويه ادفانسد تمام في الساوند ديزاين بالذات. ودي فعلا حاجه اكسرسايز انا بعمله. انا ببقى واقف مثلا let's say اول حاجه جت في دماغي لما ببقى واقف مثلا في البيسين مثلا بعوم، ببتدي ممكن اقف كده اللحظه واقعد اسمع ايه اللي بيحصل. فاهم؟ انت دايما ودنك بتلغي الحاجات، دايما خلاص بقى دوشه. فاهم؟ صح. بتبتدي اصلا فاهم ودنك تبتدي تختار الحاجات اللي عايزه تسمعها بتاع او بس بتفكر مثلا فسمع صوت تفكيرك بس حاجه كده فاهم. أيوة. والحاجات اللي هو خلاص دي فاهم بتحصل. بس لو وقفت كده للحظه كده وانت مثلا في البيسين ولا البحر ولا تبتدي تسمع، هتسمع ايه تاني غير صوت مثلا الميه؟ ممكن تسمع صوت هوا في الشجر مثلا، صوت عصافير، صوت عصافير. تسمع صوت ناس بتتكلم بعيد مش سامعهم قوي يعني ممكن تسمع كلمة من اللي هم بيقولوه كل شوية فاهم، محطوطين كده في ريفيرب بعيد. ده ان انت يعني دي الطريقة اللي انا بعمل بيها كونستراكشن للسين. فاهم؟ ببتدي اتخيل لايرز بقى، ببتدي احط نفسي في الموقف او في المكان. بس اهم حاجة طبعا عشان الكومبيتيشن دلوقتي بقت عالية، كل حد عنده اكسس للانترنت، فيبقى كل ما يبقى عندك معلومات بيسك، لو طول ما انت مذاكر الثيوريتيكال اكتر حاجه من على الانترنت، فدي فانا هتساعد. لما تنزل تساعد ولا انترن ولا حاجه طبعا هتساعدك جامد. انت في الاول تخصصت في حاجه ودلوقتي تخصصت في حاجه تانية صح؟ انا اللي خلاني ابدا الموضوع ده كله هو المزيكا. انا بلعب مزيكا من وانا عندي 15 سنه مثلا، وكان عندي روك باند وكنت بلعب جيتار وكنت بلعب بيانو، وبعد كده ابتديت اغني. انا أيوة. وانت كنا مع بعض في فابريكا. ايوه. بس فهي المزيكا انا حسيت ان انا مش هقدر ابقى في اي حاجه غير في الحته دي. انا خريج اقتصاد اصلا بس يعني ده حاجه تانية خالص. خالص فاهم. بس انا حسيت ان انا مش هقدر ابقى غير هنا. ففي الاول فكرت في مزيكه الافلام، الفيلم سكورينج. لقيت ان انا مش عارف اخش الماركت ده قوي، وان انا مش مذاكر كفايه. بعد كده فكرت في مزيكه الاعلانات، برضو كان الموضوع ساتوريتد شويه مع اني عملت مزيكة اعلانات. بس اكتر حاجة لقيت فيها اللي هو ايه الملعب فاضي بجد يعني كان الساوند ديزاين، والساوند ديزاين الاعلانات بالذات. طب وانت لما بتيجي مثلا في فيلم حاجه جت على بالي، معلش انا انت عارفني انا بقعد افكر في حاجات في فيلم مثلا لما واحد بيضرب بوكس التاني، الصوت دلوقتي زمان كانت بتبقى دلوقتي بقى ايه بيعملوا ايه؟ دي كانت سامبل اصلا يعني. اظن ان دي حاجات كده كانت موجوده في شرايط متسجله اوريدي، اللي هي البيش دي اللي هي بتسمعها هي أيوة. هي في كل على فكره عندي بجد والله عندي اللايبرري دي، عندي الحاجات دي. يعني دلوقتي بقى بيعملوا ايه؟ انا عايز اعرف. let's say مثلا هتضرب حد في وشه، هات بطيخه واضربها مثلا فاهم. اوكي. انت عارف معظم صوت كسر العظام ايه؟ سالري بيتعمل كده. اوكي. يعني ايه سالري؟ كرفس. فاللي هو ممكن تجيب كرفس فاهم، ده اكتر حاجه بتتعمل، ويروح عاملين ويسجلها كأن وده صوت العظم اللي اتكسر. صوت مثلا طعمة السكينه بجد 3/4 الوقت بتبقى سكينه في بطيخه، لان هي اكتر حاجه هتدي لك فاهم السكويش ده. ايوه.
صوت ايه مثلا، قلنا صوت الضرب، انا ممكن انزل ضرب مثلا في الكرسي ده مثلا، فاهم؟ الكرسي ده لذيذ جدا، ممكن، فاهم؟ اوريدي اهي، ايوه فاهم؟ صح، عادي عشان جلد سجلها كمان. بالظبط. ايوه فسجل منها لايرز، ومثلا لو انا شديته اكتر هتبقى اقوى بعد كده كده، تسجل لايرز مثلا صوت الكرسي وهو بيتضرب، فاهم؟ رميت البطيخه دي مثلا في حيطه كده بقى، يعني عيش حياتك بقى يعني. تقعد the sky is the limit يعني. تفكر. اه اوكي. اوف، دي سحله تانية خالص. لا جدا، حاجه احنا مش بنشوفها اصلا خالص نهائي يعني. الناس اصلا بتبقى فاكره انه اللي هم سامعينه في الفيلم هو ده اللي حصل في اللوكيشن. بس هو بيكون حاجه تانية خالص اصلا. لا يعني ممكن هي بس يعني الديالوج بس هو اللي بيبقى فعلا متسجل، ومش دايما، بيبقى احيانا بيبقى فيه منه دوبلاج يعني. بس يعني 3/4 الحاجات اللي انت بتسمعها ابتداء من ايه، صوت خطوات الرجلين، صوت الامبيانس اللي هو المكان اللي انت فيه، لا انت في مطعم تسمع صوت الشوك والسكاكين او الناس اللي بتتكلم. كل ده مش موجود. طب انت قلت لي حاجه قبل ما نبدا الحلقه، اتكلمت معايا في موضوع ان المزيكا رخيصه، حاجه كده انا ما فهمتهاش ما قوي. توديناش في داهيه طب بقى. لا بس قولها لي بس معلش. يعني بص، انا بشوف انه المزيكا عامه هي عكاز المخرج. تمام؟ انت والممثل كمان، انت ممكن بسهوله جدا لو مشهد ضعيف تحط فيه مزيكا قويه جدا بقى وحزيني عشان تحسسك ايا كان ايه الاحساس اللي المخرج عايز يوصله. بس تخيل انت لو شلت المزيكا دي وحطيت بس الساوند ديزاين بقى اللي هو المكان مثلا والدايلوج، هنا بيبان بقى، هنا بيبان الممثل، بيبان الاخراج، بيبان التصوير كمان. انت خلاص بقى، انت المزيكا بتخطف، المزيكا بتخطف المتفرج طب ليه جدا. دي حاجه وحشه؟ هي مش وحشه، انا ما قلتش ان هي وحشه، تمام؟ بس بيحصل منها استخدام زايد جدا، زايد جدا جدا، واللي هو لا، ممكن ندي فرصه لحاجات تانية. فاهم؟ يعني مثلا انا فاكر كنت شغال على مشهد من قريب، فمفروض ان هو كان فيه تنشن يعني. كان في فاهم، ضابط موقف حد، فاهم؟ وقفشه بحاجه وبتاع، فاهم؟ وكانوا فوق الجبل، فوق جبل المقطم. فانت كل ما كان بسهوله جدا ممكن تحط مزيكا، فاهم؟ تنس بقى، فاهم؟ حاجه كده وخلاص هتحس بقى بالتوتر وبتاع، بس ما عملناش كده. عندك ايه مثلا في المشهد ده؟ انت على جبل المقطم، في تريلات بتعدي تحت مثلا، سامعها فصوت بعيد دي، في الهوا بتاع المكان طبعا، في كلاب، فاهم؟ عايز تعمل تنشن مثلا الضابط ده، فاهم؟ اللي هو هاخدك على اسم مثلا، تخلي الكلاب تهوهو اكتر، فاهم؟ تعلي صوت تعلي صوت الهوا، تخليه انتنس جدا. تخلي مثلا في كلاكسات زياده، كل ده يعمل تنشن. انت في 600 الف حاجه في حياتنا ممكن تعمل تنشن من الصوت بس، مش لازم مزيكا. انت عارف انا بفكر فيها برضو، انه تخيل لو شلنا الصوت خالص، يعني عملت ميوت وانت بتتفرج على فيلم، يعني في حاجه، مش حاجه نقصت 50% من الفيلم راح ما بقتش موجوده. بالظبط. لا هو مهم، لا طبعا مهم جدا. هو مش مهم، هو جزء من العمل بس. يعني بص، انا مش بنفكر فيه بالطريقه اللي احنا المفروض نفكر بيه فيها. هو ده انا عايز اقوله. انا اقول لك على حاجه بجد، انا بالنسبه لي بتلخص الموضوع ده، ان انت مثلا دلوقتي في السينما، تمام؟ انت قاعد في اوضه، الاوضه دي 4 حيطان مثلا، الحيطه بس الوحيده اللي قدامك هي الشاشه اللي عليها الفيلم. طب ايه بقى اللي بيحصل على اليمين وعلى الشمال؟ ايه اللي بيدي لك الاحساس ده؟ او يعني بالظبط ايه اللي بيجسم الموضوع؟ هو الصوت. يعني لو فيلم مثلا ما فيهوش بادجت قويه مثلا وعايز تعمل قنبله، انت ممكن بكل سهوله تروح عامل تخلي الشاشه سودا وتعمل صوت بقى انفجار براحتك بقى، عيش حياتك بقى صوت يعني، حط يا معلم، عيش حياتك يعني. نوفر يعني، نوفر بس يعني والله اهو الصوت ينفع توفر بيه. لا انت عارف، وانا بتفرج بقى على فيديوز عشان اعمل يوتيوب وكده، اول حاجه ظبطها الصوت، عشان لو الصوت مش حلو الناس هتقفل الفيديو على طول. دي حقيقه. تاني حاجه اللايت ده اهم حاجه، اهم من الكاميرا نفسها.
وبعد كده بقى الكاميرا ممكن تصور بتليفونك يعني جدا مش هتفرق قوي. سبيشالي المحتوى، انا بشوف ان ده بالذات في المحتوى مهم جدا. في السينما انا عندي قناعة ان، بس انا يعني انا بعقد الامور شوية يعني، بس انا عندي قناعة انه المفروض كل حاجة في السينما لوحدها في المشهد تتفهم هي يعني المفروض ان انت لما تشوف الممثل ده من غير لعب في اللايت او مثلا في الكاميرا او في الصوت، المفروض تفهم الرسالة وتفهم الايموشن بتاعته. لا انت دخلت فلسفة جامدة قوي، دخلت في حوار جامد يعني قوي. يعني هو يعني بس ده البرفكشنزم يعني فاهم، انت لو آه. عايز تعمل حاجه بيرفكت. ايوه تمام. انا مقتنع انه المفروض برضو ان انت لما تتفرج على فيلم وتعمل له ميوت، لو الفيلم حلو انت المفروض تفهم ايه اللي بيحصل شويه. زي تشارلي شابلن زمان. بالظبط. على الاقل تبتدي تستشف الفيلم ده فاهم. بيتكلم عن ايه، فاهم، او ايه اللي بيحصل دلوقتي. طيب دلوقتي كمهندس صوت، مهم. ايه مشاكل الشغلانة دي في مصر؟ اوقات العمل فعلا متعبه، وشايف ان دي حاجه ممكن سهله التجنب، بس هي مش بتحصل. يعني مثلا في موسم رمضان تلاقي البوست برودكشن هاوسز الناس بتبات هناك، ليترلي بتبات. يعني ممكن تلاقي حد فاهم عشان مسلسلات يعني قصدك؟ لا عادي والله مش بهزر، ممكن تلاقي حد فاهم صاحب البيجامه فاهم وداخل الحمام ويستحم في دش فاهم في البوست برودكشن هاوسز فاهم، ويطلع يبتدي يكمل شغله عادي جدا يعني فاهم. ما بيروحوش؟ لا كتير ممكن ما تروحش خالص. انا اعرف ناس فاهم اللي هو قعدوا بالثلاث اسابيع في المكتب. 3 اسابيع؟ انا افتكرتك تقول 3 ايام. لا عادي جدا. انت رمضان ده ممكن الناس ما تروحش، وسبيشلي التصوير كمان. التصوير في ناس ممكن تقفل 36 ساعة تصوير. ما انا عاصرت هذا الموقف. بجد تصوير ده ايه وفي الدبنج برضو كنت بعمل دبنج كرتون، وكنا بنقعد بالساعات كتيرة قوي. كنت بخلص شغلي واروح واقعد هناك مثلا 6 ساعات. هل في الاول كنت بتعمل فلوس اصلا ولا لا خالص؟ ببلاش كده؟ على فكرة بص، انا في حاجة عامة انا كان عندي كده نوع من الرعب في الاول ان انا مش هعمل فلوس. خلاص انا كنت واخد، بص الناس كلها قالت لي انه البتاع ده ما بتعملش فلوس، هي مش هتعمل فلوس، بس بقول لك انا هعملها. اصل انا ما فاهم، انا كنت فاهم اللي هو انا يا اما هعمل ده يا اما مش هعمل، او مفيش اوبشن تاني بالنسبه لي. كان مستحيل. انا بالنسبه لي كل حاجه تانية فعلا كانت كابوس. ف خلاص اللي يجي ولو هي دي الفلوس اللي هعملها هعيش بيها خلاص. يعني هي دي الشغلانه اللي انت لو ما عملتهاش مش عايز تشتغل تاني؟ يعني ما بجد يعني مش في الاول ما كانش فارق معايا الفلوس خالص، وما كنتش بفكر اصلا، وكنت عامل حسابي انه لا خلاص هي كده. والصراحه بقى عارف اللي هو بيقول لك ايه، لما ما تعوزش الفلوس هي بتيجي والكلام. الموضوع ده صح عامه. اوكي والله انا لقيت اللي هو الموضوع اللي هو ايه ده انا ممكن ده ايه ده في كارير ده بجد، ده بيحصل ايه يا جماعه ده فاهم. بعد كده الموضوع بتاع يقلب بيزنس فاهم. هنا بقى ايه تيجي الحته بقى اللي انت تحاول لسه ايه تكيب الفنان اللي جواك فاهم، ما يبقاش البيزنس ده لا ممكن نتكلم حلقه عليها اصلا دي. ما احيانا دي بتنتصر الصراحه. ما انت تروح عامل البالانس بقى في الاخر فاهم. كنت ممكن زمان كنت بقى فنان فاهم ملهم بقى، ولا مش هشتغل على حاجه مش عجباني وبتاع. دلوقتي بقى العكس تماما. لا هنجري ورا البيزنس، بعد كده بنحاول بقى نوازن فاهم. لا لما يعني فاهم ما تبقاش رخيص بقى فاهم يعني يعني فاهمك. بس لازم تعدي بكل المراحل دي عشان توصل للبالانس اللي انت بتتكلم عليه ده. ما هو اجن اكل العيش بيبتدي يبقى مر اقل قدام لما تشتغل، لما تستحمله في الاول. ده بجد يعني انت بتقول ان المجال ده فيه فلوس فعلا لو اشتغلت. يعني لو اشتغلت واثبتت نفسك يعني مجالات الفن عامة في الاول ممكن تبقى حياتك مش احسن حاجة ماديا، بس وانس بتوصل لنقطة معينة لا بتبقى الدنيا كويسة في اي حاجة. بص انا الصراحة ده السبب الرئيسي ان انا عامل البودكاست دي، ان انا بجيب ناس اغلبيتهم فنانين وبحاول اثبت للناس يا جماعة ده ممكن يحصل، ان انت تبقى فنان وعايش في مصر. عشان ممكن يقولك بقى بره مصر وبتاع، لا انت عايش في مصر وبتعمل فلوس. على فكرة هو العكس والله. دي كانت اكبر صدمات حياتي، انه من وانا صغير فاهم وانا عايز اطلع مزيكاتي، ولا يا عم لا المزيكا دي ما فيهاش فلوس، ده انت مش هتعرف تاكل عيش وبتاع. هي بجد بيسك يعني، هو السوق عرض وطلب يا جماعة. تمام.
لو كل الناس دخلت تجاره وهندسه وطب زي ما قلت في الاول، ماشي، مين يا جماعه هيطلع مخرج ومهندس صوت وممثل؟ يعني هو بالعكس، هو على فكره بالعكس، هي اصلا الثقافه دي ثقافه الرعب بتاعت اللي هو لا ما تروحش تعمل الحاجات دي جايه في مصلحتي انا شخصيا بجد. والله انا بجد هو يعني هو انا الواحد دخل في ده، فانت الوحيد اللي واخد الريسك ده، ايوه فاهم؟ بقيه الناس قاعدين في كاريرز ثابته او ليها مستقبل. بس انت زي ما قلت ريسك، ريسك فيها ريسك. فيها ريسك، بس انت لما تعمله وانت صغير خسران ايه؟ صح. يعني انت لو رميت نفسك في الكلام ده من 20 ل 25 ايه اللي هيحصل؟ فاهم؟ ما الشغلانات التانية مستنية. فلو يعني طبعا بتكلم لو انت مش محتاج، او يعني اللي هو ممكن تقلل احتياجاتك، فاهم؟ ما الشغلانات التانية هتروح فين؟ فاهم؟ اللي هي في منها عرض كتير. جرب وخد الريسك، وطبعا كل ما بتبقى صغير كل ما الريسك بيبقى اسهل، طبعا ما فيهاش كلام. ويعني دايما فكر في الموضوع انه السوق عرض وطلب، الحياة كلها عرض وطلب. شوف ايه اللي ليه طلب كتير ومالوش عرض كفاية، او لو اصلا ما فيش العرض، لو في حاجة مش موجودة اصلا اعملها انت. الناس كلها تقول لك يا عم مين هيشتري الحاجات دي، ولا مين هيشغلني؟ ده بالعكس، انت بقى طلع ده. يعني ليه؟ يعني عارف عامة عندنا الثقافة دي جدا في مصر، وبجد في مصر بالذات بقى، فاهم؟ تلاقي محل برجر فتح، فاهم، ونجح، كل الناس تفتح بقى حواليه محلات برجر. يا جماعة انتوا كلكم بتضروا بعض. يعني فاهم؟ ما ده برجر فتح، طب ايه ده؟ لا انا هروح افتح بقى تاكوز بقى، فاهم؟ فهبقى عملت برضو فكرة جديدة ولعبتها زيه. جماعه اعملوا له فولو على انستجرام، اسمه اهو فادي دوت جرس. فادي دوت جرس. انا هكتبه بقى اما انا فاهم. واعملوا لي فولو انا كمان روبير افري وير. وعايز اشكرك بجد